تشهد تعاون من اجل مواجهه الثوره. ده تحليل ولا معلومه؟ جزء كبير جدا جدا منه معلومه. اتصالات تجري الان على قدم وساق بين الكل. الكل الان قلق جدا من محاوله اعاده النظام القديم او عوده النظام القديم مره اخرى. الكل الان يتباحث وفي اجتماعات. يعني هيحصل مبادره مثلا مختلفه من الرئاسه؟ هيحصل حاجه نوعيه، تغيير حكومه، اقاله نائب عام، المطالب الكلاسيكيه. انا لست متحدثا باسم الرئاسه. الرئاسه ما عنديش فكره هي جوه هتحصل فيها ايه، انما اللي انا عارفه ان الذين كانوا بالامس يقفون اكتافهم بجوار بعض في الثوره هم الان يتحاورون مره اخرى مع بعضهم البعض، وسوف يتجاوزون ما بينهم من خلافات، وسوف يقفون موقفا واحد في الايام القليله القادمه. ده اللي انا متاكد منه. انا اتمنى. بس عايز اسالك سؤال تاني ليه علاقه يعني حضرتك عقبت قلت انه في ناس سعيده طبعا بالكلام اللي حصل النهارده وبتطورات قضيه مبارك، بس خليني اتكلم باصوات ناس ربما بيشوفونا دلوقتي لا هم من المنتفعين ولا هم من اللي حصلوا على اراضي ولا اي حاجه من كده، وحاسين انه البلد خلال الفتره اللي فاتت بتدفع ثمن باهظ جدا، وان مفيش رجال دوله يحكمون السيطره على امور البلاد، وان احنا رايحين للأسوأ كل شويه. فربما دول لديهم نوع من الحنين لعصر الامن والاستقرار، وانه مكان يمشي في الشارع في امن ومفيش اللي بيحصل دلوقتي. هل مش شايف انه في اخطاء حاصله على المستوى السياسي وعلى المستوى الحكومي وعلى المستوى الرئاسي ايضا بتؤدي الى انه الناس احيانا ممكن تخسر تعاطفها مع السلطه القائمه ومع الثوره التي قادت الى هذه السلطه؟ انا متفق معك تماما، والاجابه قولا واحدا: يوجد اخفاق، مش يوجد اخطاء، لا اكثر من الاخطاء بشويه. يوجد اخفاق من اداء الرئاسه واداء مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه، لا شك في هذا، ده كلام لا خلاف عليه. تمام. واخطاء بالجمله كمان، مش اخطاء عاديه ولا اخطاء بسيطه ولا اخطاء. الله يفتح عليك. انما اللي انا عايز اقوله بقى ان الناس اللي انت تقصدهم الان يوازنون بين امرين، بين اخطاء حاليه صادره عن اهل الحكم الان، وبين اخطاء سابقه مشوبه بالفساد والاستبداد والاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ. صحيح. خلاص؟ بالتالي اي مقارنه دائما ستذهب الى صالح النظام الحالي.